السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم نينا جيمر. اليوم جاي أشارك معاكم أكثر فيديوهات مرعبة على التيك توك. لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك والنشر، ويلا نبدأ. أم أمريكية مع بنتها اللي عمرها 3 سنوات كانوا جالسين في بيتهم في الليل. فجأة الأم جلست تراقب غرفة البنت وطاحت عينها على شيء غريب. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, Nana. Are you okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. It's scary. Huh? It's scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. في الغرفة في جسم نط فجأة كأنه جسم بسة، بس لما الأم سألت بنتها عن البسة، البنت الصغيرة قالت إنه في وحش عند الشباك وإنها خايفة. الغريب في الموضوع إن الأم تقول إنه بستهم ماتت في الصيف الماضي، وكمان قالت إنه في أشياء سيئة وغريبة جالسة تصير في البيت من ذاك الوقت، بس دي أول مرة يقدروا يلقطوا شيء على الكاميرا. الأم مي واثقة إيش الشيء ذا بالضبط. 2 أصدقاء قرروا إنهم يروحوا يستكشفوا مبنى مهجور في الصين. المكان مهجور تقريبا من 3 سنوات. المبنى كان مقفل بالسياج من جميع الجهات عشان يمنعوا الناس من الدخول للمكان، بس ده الشيء ما منع الأصحاب إنهم يلاقوا مكان يدخلوا منه. اوكي بدأوا يستكشفوا جميع الطوابق، وهنا لاحظوا شيء مرة يخوف. What the? شفتوا الشيء ذا؟ من الواضح إنه كان في شخص جالس على الكرسي في أحد المكاتب. اللي ماسك الكاميرا نادى على صاحبه بسرعة وراحوا يشوفوا المكتب، بس ما كان في أحد. What the? هل تتوقعوا إنهم صادفوا شبح أو إيش ذا الشيء بالضبط؟ رجال اسمه ريكي عايش في إنجلترا، خايف جدا على ولده الصغير بسبب تصرفاته الغريبة. في يوم من الأيام ريكي سمع ولده جالس يهمس في غرفة النوم. ريكي قرر يصور فيديو وهو يسأل ولده إيش جالس يصير بالضبط. Elliot, what are you doing? I'm drawing a picture. Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? The man is hanging there. Oh, really? Yeah. What does he do? He annoys me at the night. Why? Because he does this. Oh, really? But I'm not allowed to tell anybody. Okay. الولد الصغير قاعد يقول إنه جالس يرسم رجال مشنوق في ركن غرفته يزعجه في الليل ويدق على الجدار. بعدها بفترة ريكي رجع شاف ولده يكلم شخص مو مرئي. Stop it. Elliot, what are you doing? I see the man hanging. Oh, really? Yeah. Right. He's crying and I keep saying stop it. Is he crying? Yeah.
So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, because you'll tell me off at night. What if I don't let him, if you can sleep in my room, is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? String. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever up there and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he annoys me at the night because he keeps saying he always bangs and he does. Okay, thank you. ريكي يقول ممكن إن ولده جالس يتوهم أو يتخيل، بس هنا رأي الأب بسرعة تغير. الأب بدأ يقلق على ولده بعد ما شاف إن ولده ما قدر ينام لمدة 3 ليالي ورا بعض. ريكي قرر يخلي ولده ينام في غرفة ثانية، وقرر يحط كاميرا مراقبة هناك. بعدها الولد رجع قام مرة ثانية. هنا الأب قرر يتحقق من الكاميرات، واللي شافه خلاه ينصدم. Stop it. He's scaring me. الأب مو عارف بالضبط إيش اللي سحب رجل ولده. بعدها قرر يرفع الفيديو على التيك توك عشان يدور شيء ممكن يفسر اللي صار. أتوقع إن الولد خياله واسع، أو إيش الشيء اللي صار معاه بالضبط؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. الأم مارتينا وأطفالها يقولوا إنهم جدا مرعوبين من الأحداث اللي جالسة تصير معاهم في البيت بسبب الأشباح اللي موجودة فيه. مارتينا حطت كاميرات في كل البيت عشان سلامتها وسلامة أطفالها، ولقطت شيء حرفيا مخيف. البابين جلست تتحرك لوحدها. الولد جلس ينادي على أمه بس ما كان مرة خايف، بس هو جالس يلعب في شيء دفع الكرسي بقوة مرة لورا. هنا الولد خاف وراح يدور على أمه. في يوم عادي ثاني مارتينا كانت جالسة تكنس الصالة. بعدها ذا اللي صار. مرة ثانية الباب جالس يتحرك لوحده، والمكنسة فجأة طارت في الهواء. بعدها مارتينا ضربت المكنسة وجلست تصرخ لين ما رجعت طاحت على الأرض. بس الحدث المخيف ما يوقف هنا. في ليلة من الليالي مارتينا وولدها جالسين في البيت، وكاميرا الصالة لقطت شيء. الباب جالس يدق وأكرة الباب جالس تتحرك بقوة. مارتينا أخذت جوالها وكانت بتصور الباب. فجأة الكرسي تحرك بقوة اتجاهها. هي وولدها كانوا بيهربوا لغرفة ثانية، بس فجأة في شيء مسك مارتينا من بلوزتها. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وإيش أكثر فيديو حسيتوا إنه حقيقي. إلى هنا تكون نهاية الحلقة. أتمنى أن الحلقة عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك والنشر. كانت معكم نينا جيمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.